الملك النبي الذي حرم الأرض من مشرقها لمغربها، فلم يؤت الله إنسانا قط ملكا كملكه، وحكما كحكمه، وسلطة كسلطته. فهذا الملك يتحكم في الحيوانات والحشرات، في البر والبحر، في الطيور، في الجو والأرض، في الرياح فيسخرها ليحرك الأنهار والبحار والسحب، وحتى الجن أصبحوا خدما له وجيشا له، واتبعه بني البشر بأعداد مهولة لا حصر له. إنه ملك ملوك الأرض الذي كان يرى ويتكلم ويتحدث مع ملاك الموت. إنه نبي الله الملك سليمان، النبي ابن النبي، فهو ابن سيدنا داود عليه السلام، فورث العلم والحكمة. ولد في مدينة القدس بفلسطين، وعاش نحو 52 عاما. عاش أغلب حياته في بيت المقدس، وبدأ بتشييد إمبراطوريته العظمى من هناك، إمبراطورية الخير والرخاء. أصبحت أغنى بقعة في كوكب الأرض بفضل قدرات سيدنا سليمان الخارقة، فكان يسخر الرياح تجلب الأمطار وتروي الأرض، فتنبت الأرض بغيارات لا حدود لها. ثم يسخر الحيوانات فيكون ثروة حيوانية تسد عيون الشمس، ترعى وتأكل وتتكاثر في الأراضي الخضراء الشاسعة. ثم سخر الجن فأصبحوا خادمين له، منهم الجن البناؤون الذين شيدوا له القصور والمعابد، ونحتوا له الجبال فوق الأرض والأنفاق تحت الأرض. ومنهم الجن المنقبين الذين استخرجوا ثروات الأرض من باطنها ومن بحارها ومن كل بقعة على الأرض، فآتوا له بكنوز من الذهب واللؤلؤ والمرجان أكبر من أي كنز قد تتصوره أو تتخيله. ومنهم جن المعرفة، وهؤلاء أطلقهم سيدنا سليمان ليجمعوا له معرفة الكون من البشر والجن والشياطين وكل الكائنات الأخرى، ويجمعوها له في كتب ومجلدات، إلى أن وصل أن سيدنا سليمان جمع معرفة الأرض وكل الكائنات التي نعرفها ولا نعرفها. ومنهم جن المحاربين، وهم الجن الذين انضموا بأعداد تفوق الخيال لجيش سيدنا سليمان في حروبه مع القوم الكافرين. ومنهم من عملوا على حراسة إمبراطوريته ومعابده وقصوره من الغزاة أثناء غيابه. ومنهم الجن الصناع الذين كانوا يصنعون له الأسلحة ويذيبون الحديد والنحاس له لصناعة الأسلحة والدروع والأبواب المصفحة العظيمة وتدعيم الجدران بالحديد والنحاس. ذكر سيدنا سليمان في القرآن 16 مرة في 6 صور مختلفة، في سورة البقرة والأنعام والأنبياء والنمل وسبأ وصاد. قصة سيدنا سليمان مع ملاك الموت. بعد أن طلب سليمان من الله أن يرى ملاك الموت أراه الله إياه، فكان يأتي ملاك الموت ليجلس مع سيدنا سليمان في كل يوم خميس. وفي أحد الأيام كان يجلس سليمان مع وزرائه، فدخل عليهم رجلا ضخم البنية حاد الملامح بعيون ثاقبة وكأنها من الجحيم يرتدي الأسود. دخل ورمى السلام وبدأ الحديث مع سيدنا سليمان والحضور. لم يعرف الوزراء أن هذا الشخص هو ملاك الموت، فكان ملاك الموت يتحدث مع سيدنا سليمان تارة ومن ثم ينظر لأحد الوزراء بفترة من الزمن. وتكرر هذا الأمر كثيرا. حينما ذهب ملاك الموت أتى الوزير وسأل سليمان: من هذا الرجل؟ فأخبره أنه ملاك الموت. فزع الوزير فزعا شديدا، وطلب الوزير من سيدنا سليمان أن يسخر له الرياح فتنقله إلى الهند. فأمر سليمان أن تحمل الرياح الوزير فتذهب به إلى الهند. وفي اليوم التالي أتى ملاك الموت على غير عادته لسيدنا سليمان، فسأله سليمان: قد كنت بالأمس عندي وظللت تنظر لذلك الرجل نظرا طويلا ففزع منك، فأمرت الرياح أن تحمله إلى الهند، فلما كنت تنظر إليه؟ فرد ملاك الموت: حينما أتيت بالأمس وجدت هذا الرجل عندك، وقد كنت قد أمرت من الله أن أقبض روحه بعد فترة قصيرة في بلاد الهند، فلما رأيته عندك تعجبت متى يصل هذا الرجل إلى الهند، فمسيرة الهند تأخذ شهورا وشهورا، وأجله كان قد اقترب كثيرا، لذلك كنت أنظر إليه بتعجب، ولكن كان علي أن أنفذ ما أمرت به، فذهبت في الوقت المحدد لقبض روحه، ووجدته فقبضت روحه. فتعجب سيدنا سليمان من هذا، فأينما تكونوا يدرككم الموت،
ولو كنتم في بروج مشيدة.